السلام عليكم خواتاتي كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد اللي غنقدموا فيه قريشلات او ما يسمى ايضا بالبريوش بطريقه جد سهله، فما عليكم الا انكم تتابعوا معنا الفيديو باش تعرفوا على المكونات. فهنا المكونات غنحتاجوا 3 البيضات متوسطه الحجم، كيس من الخميره الكيميائيه، كأس من الحليب الدافئ، كأس من الماء الدافئ، كأس من السكر، نصف كأس من الزبدة المذابة، نصف كأس صغير من الزيت، 2 معالق من الخميرة، وقليل من الملح. أما بالنسبة للطحين فهنا غنستخدموا كيلو من الطحين، وكيبقى على حسب العجين، فكاين الطحين اللي دغيا كيشرب الماء وكاين الطحين اللي لا. فهنا نبقاو معنا على طريقة التحضير. في إناء غنديروا 2 ديال البيضات، وهنا غنستخدموا الخلاط اليدوي فهو كافي. من بعد غنزيدوا كأس من السكر، نخلطوا المكونات مع بعضياتهم، وغنزيدوا نصف كأس صغير من الزيت، ونصف كأس من الزبدة المذابة. غنخلط المكونات مع بعضياتهم، غنضيفوا ليهم كأس من الحليب الدافئ، وغناخدو الكأس الماء الدافئ ديالنا وغنضيفو ليه 2 معالق ديال الخميرة، يعني غندوبو فيه ديك الخميرة ونضيفوها في الخليط ديالنا. غنزيدو قبصة ملح للخليط، من بعد ما خلطنا المكونات مع بعضياتهم فهنا غنبداو في إضافة طحين للخليط ديالنا. فهنا كما قلنا سابقا الخليط على حساب، يعني كاين الطحين اللي دغيا كيتشرب الماء وكاين الطحين اللي لا، يعني هنا كنزيدو على حساب يعني عينك ميزانك. هنا غنزيدو الكيس ديال الخميره الكيميائيه ديالنا تقريبا فيه 7 غرام، وغنزيدو عاد شويه ديال الطحين، وهنا غنستخدموا اليد ديالنا باش نجمعوا العجين ديالنا. فها هي كي كتجي لينا، يعني ما كتجيش قاصحه بزاف، رطيبه. وهنا غنجيب واحد الفيلي اليمونتير نديرو ليها، وغنخليو العجينه ديالنا ترتاح، يعني تخمر لينا مزيان. من بعد عاد انها يمكن لينا اننا نستعملوها. فهنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا وتخمرات، فهنا غنحاولوا اننا نخرجوا منها داك الهواء اللي فيها ديال التخمام. غنحاولوا اننا ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش فينا ديك العجينه، وغنبداو نقسموا فيها على شكل كريات، يعني كيبقى المقاس ديالكم على حسب الرغبه. وكنكونوا موجدين الصينيه ديالنا اللي غنقرصوهم فيها، حتى هي ممكن اننا ندهنوها بشويه ديال الزيت، وكنجمعوهم على شكل كريات.
فهنا ممكن أننا نزيدو قطع من الشوكولا داخل القريشلات ديالنا وغنسدو عليهم. فهنا من بعد ما شكلناهم كما بغينا غنحاولوا اننا نديروهم في الصينيه اللي غتدخل الفران اللي كيكونوا سبق درنا لها ورق ديال الفران، وغنخليوهم شويه يرتاحوا يعني حتى يتخمروا لينا ويطلعوا لينا، عاد ممكن اننا ندخلوهم للفران. فهنا غناخذ واحد البيضه وغنديروا معها واحد ملعقه ديال الخل، او لا ممكن انكم ديروا معها حتى نسكافيه باش تحيد لينا ديك الريحه ديال البيض. وغنحاولوا اننا ندهنوا القريشلات ديالنا. بالنسبه للفران كنكونوا سبق لينا سخناه، فهنا خص الفران يسخن لينا مزيان، وغنديروهم يعني في الوسط، ما نقربوهم لا من الفوق لا من التحت، غنديروهم في الوسط وغنخليوهم يطيبوا حتى نشوفوا انهم تحمروا لينا مزيان، عاد انه يمكن لينا نحيدوهم. فهاد اللي يخرجوا القريشلات ديالنا من بعد ما خرجناهم في الفران بالصحه والراحه. شكرا للمتابعه ديالكم للفيديو، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وجيم للفيديو القادم ان شاء الله.